السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في صحة جيدة. يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير، واللي أول مرة تدخل القناة نقول له مرحبا بك في قناتك. إن شاء الله تستفاد وتفيد إن شاء الله. اليوم الوصفة تاعنا إن شاء الله السلق مع البطاطا للمبتدئات، يعني اللي ما دخلت كوزينة أول مرة. يعني شوفوا اليوم الجواز تاعنا لا دجاج لا لحم، هكذا البنات. أنا عطيت لكم اليوم أكلة شتوية اللي هي السلق والبطاطا، رانا في وقته. ونبداو في الوصفة على بركة الله. كما شفتوني هنايا قشرت البطاطا وشليتها ونقيتها والسلق، وعندي حبة طماطيش، وعندي سنينة تاع الثوم، يقولوا راس تاع الثوم صغير، وعندي شوية فلفل حر، فلفل دريس. هنا درت شوية تاع الزيت هكذا البنات. ديروا شوية زيت بزيادة، أنا ما درتش زيت بزيادة بس كنت درت لها ضفت لها شوية زبدة ما كي كانت الطيب. المهم هنايا درت هذاك فلفل حار وسيتو. طوماطيش ما رانيش راح ندير لها الطوماطيش تاع البوطي، درت لها هذاك فلفل الاحمر درتو في الكونجيلاتور. وانا رحيت هذيك الحبه تاع الطوماطيش هكذا يا البنات. مانيش راح ندير طوماطيش تاع البطاط، درتها غير بالدرسه تاع الحر وتاع فلفل طرشي، وجات حمراء وجات بنينه بنينه هكذا البنات. وشنو هي الشطيحه هذه تاع السلق؟ تحب الدرسه، يعني تحب الحر. درت شويه فلفل كحل وشويه فلفل عكري وشويه راس الحانوت وشويه كرويه هكذا البنات. البطاطا كي ديري لها كرويه جبنينه والملح. وهنا البطاطا تاعي شوفوا كيفاش قطعتها، قطعوها شويه رونديلات شويه كبار، بس كل بطاطا كي طيبيها ديريها رقيقه، كي طيب تتحلوط صافي قطعيها شويه قشينه. وانا كيما راكم تشوفوا جبت هذه الكوكوطه صغيره قادره طيبيها في طنجره، وانا يا ماكلتي يا البنات نحبها في الكوكوطه هكذا. ما نزيد قطره تاع الماء، ما نقعد نزيد في الماء. هنا واش ندير هنايا؟ كيما يقولوا نحمس هذيك البطاطا مليح مليح، نقليها مليح مليح في ديك الدرسه. يعني مازال ما درت قطره تاع الماء، مازال ما درتهاش، غير ديك الطوماطيش اللي عصرتها بشويه ماء هذا ما كان. هكذا البنات مازال ما مرقتش، درت الماء تكوتي يغلي، نمرق بالماء مغلي هكذا البنات، باش هكذا البطاطا تاعكم ما تتقرسلش والبنه تقعد فيها. صافي انت غير ترمي ما سخون يغلي، والطنجره تاعك تقعد تغلي، ما تقعدش يعني حتى تتقرسل. وهنا داك السلق تاعي اللي فورته الله قلت لكم السلق نعطيكم نصيحه ما تغليوهش فوروه، من الاحسن شلوه بالطبع شلوه في العين، يعني عاودوا له شحال من خطره واعطي له تفويره، ماشي تفويره ولا زوج، هذا ما كان قيس ما يذبل شويه ونحيه، ما تخليش يبطى في التفوير تاعو، باش هذاك اسمه الفيتامينات تاعو ما يتبخروش كامل يروحوا هكذا البنات. راني استفت هذاك السلق تاعي، يعني درت لكم هذا خطره البطاطا السلق بالبطاطا، ونهار اخر ندير لكم الطبيخه تاع السلق وحده. هنا كيما شفتوني الماء تاعي راهو يغلي، درت غير واحد الغراف تاع الماء وشويه، غير نقولوا مثلا كاس ماشي معمر، الكاس تاع الماء ماشي معمر هذا ما كان. واش ندير دوكا؟ نغلق على الكوكوطه تاعي ونخليها طيب، بعد كي طيب نحللها نرمي لها البيض ونخليها تجمر غير شويه. على بالكم الطنجره تاعكم كي طفي لها كي طيب الحاجه تاعكم، سوا شربه سوا طبيخه سوا خلوطه ولا، دائما مع الاخر خليو الطنجره تاعكم تتجمر غير بالعقل. وهنايا بعد ما طابت البطاطا تاعي والسلق تاعي يشرب هذيك المريقه الله الله، جبت هنا زوج حبات تاع البيض، تحبي ديري حبه تحبي ديري زوج، اذا كانوا صغار ديري زوج، واذا كانت حبه كبيره ديري حبه كبيره. المهم على حسب ثاني الطنجره تاعك اللي كاينه. انا الكوكوطه هذه تاعي صغيره يعني غير تاع كيما يقولوا تاع الفطور برك هذا ما كان. هكذا نوزع هذيك البيض كامل ونغطيها، نقسلها الفرن كامل ونخليها تختخ هذيك البيض كامل يدخل له طياب، باسكو كي تغطيه هذاك الفوار تاع واسمو يطلع على البيض هكذا تجي الطنجره تاعكم مجمره وتجيكم بنينه. والمرقه ما تشربش كامل، باسكو ولاد الدجاج كي ترمي البيض اوبليجي تشرب هكذا البنات. هكذا نخليها غير تقطخ شويه. وهنايا هاولك الجواز تاعنا طاب، وما تقعدوش تحركوا بالمغرفه باش البطاطا تاعكم ما تكسروهاش، باسكو البطاطا تخلطي فيها بالمغرفه غير قولي تجبديها بيغي من بعد هكذا. شوفوا هاي لك ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. هكذا هذه هي القدره تاعنا، ما فيهاش بزاف تكاليف. هذه هي وسقيناها ونبينا وصلينا عليه، صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. جات واحد الجواز تاع السلق جا روعه، جا ما شاء الله ما شاء الله، يعني جا شوفي تلحسي عليه اسبوعتيك مع اللي جات حره الله يبارك حريره. هي شوفي السلق هذا والبطاطا شطيتها
يحبوا الحر، يحبوا الفلفل الدريس، يحبوا كي طيبيه مع الحر، ماشي خلينا هذاك تاع القليان ولا هذا لازم له طيابه مع الحر، الدرسه لازم تكون حره. هكذا البنات. ورافقته بخبز الطاجين، كنت ديجا درتو معاكم. درت لكم خبز الطاجين، خبز الكوشه، ماشي خبز الطاجين، درت لكم خبز الكوشه، استغفر الله يا ربي راني غير نخلط برك. درت هذيك الخبيزه الله الله وجوزتها مع هذا السرق هذا، جات روعه جات روعه جات روعه. هي اصلا ذاك الخبز جا خفيف، تقولي تشربي به قهوه. دوك نوريه لكم يعني في الصحن تاع التقديم الثاني. هاي لك انا ثاني زدت سقيت واحد اخر، ما صورتش الخبز وبعد زيد سقيت تبسي واحد اخر، وراني صورت لكم الخبز الطاجين خبز الكوشه اللي طيبته حضرته معاكم. هكذا البنات. دونك هذا الفيديو الثاني، ما نعرف الا هذا الاول ولا هذا الثاني. نقدم لكم تاع الخبز ولا نقدم لكم هذا تاع السرق اللي مع الخبز، نوري لكم يعني الوصفه تاع الخبز كيفاش دايره. يعني هنا كل فيديو درته وحده، درت الفيديو تاع الخبز وحده ودرت تاع الجواز تاع السرق وحده. بالحاله راني قدمت معكم الخبز هذاك مع الجواز تاع السرق كيفاش جا بنين الله يبارك ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه حبيباتي. ما تنسونيش في دعاءكم وما تنسونيش في جيم الكومونتير، وما تنسوش تدعوا امواتنا واموات المسلمين جميعا. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.